السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو بتاعنا مش اكل ولا هنطبخ فيه. النهاردة هنعمل دورة نظافة للغسالة عشان نحافظ على الغسالة من كل الترسبات اللي فيها. هنحتاج لكوباية كبيرة من الخل. الكوباية اللي انا هستعملها النهاردة 250 ملي، ويا ريت الخل اللي هتستعمليه يكون خل مركز، لان في خل كتير الايام دي مضروب في السوق مش هيجيب نتيجة معاكي. استعملي الخل المركز بيدي نتيجة جميلة جدا. هنحتاج لكوباية كبيرة بالطريقة دي. املي الكوباية لاخرها. واتمنى منك لو اول مره بتشوفي قناتي يا ريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك اتمنى تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ملينا الكوبايه. هناخد الكوبايه كده هنحطها في الحله مباشره، ما تحطهاش في الدرج لان اوقات كتير جدا مش هتتسحب كلها. فانت عشان تضمني نتيجه حلوه حط الكوبايه مباشره كده في الحله. هنحتاج ايه مع كوبايه الخل؟ هنحتاج لمعلقه كبيره من بيكربونات الصوديوم، وكمان تقدري تحطي لحد معلقتين مفيش مشكله. وهنحط برضو معلقه كبيره من ملح الليمون. وعايزه اقولك الخلطه دي جميله جدا هتخلصك من كل الترسبات اللي موجوده في الغساله، لان الميه دايما بيبقى فيها كده املاح بتعمل ترسبات في الغساله، بتخلي الغساله تقف اوقات كتيره. عايزه اقولك حصلت معايا حوالي مرتين الترسبات بتاعه الميه دي وقفت لي الغساله، ومن ساعتها بقيت احافظ على دوره الغسيل على الفاضي دي، ما بحطش فيها اي غسيل، وبشغل الغساله كده بالخل والكربونات وبتحافظ عليها وبتخليها جميله جدا. شغلت الغساله دوره غسيل عاديه وشغلتها كمان على اعلى حراره، ما حطيناش اريال ولا اي حاجه في الغساله. وهتشوفي دلوقتي كميه الترسبات بتاعه الاريال او التايد اللي هتستعمليه، اي مسحوق انت بتستعمليه هتشوفي الكميه اللي هتخرج معانا دلوقتي من الكربونات وملح الليمون. عايزه اقولك لو انت ملاحظه كده هتلاقي كده بدات الترسبات تخرج من الغساله. شايفين كميه الاريال؟ انا بستعمل تايد جميل جدا. شايفين كميه الرغوه اللي خرجت، ولسه كمان عايزه اقولك في اخر الدوره كانت كميه الرغوه ماليه الغساله جدا. اتمنى منك لو لسه مكمله معايا الفيديو لحد دلوقتي يا ريت تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لما تيجي تشغلي دوره الغساله كده للنظافه خليها على اعلى حراره. يعني انا الحراره عندي مخليها على 70. كانت ما شاء الله كانت الميه سخنه وحلوه جدا. شايفين كميه الترسبات اللي بدات خرجت، بس مش عارفه مش ظاهره. شايفه كميه الاريال الترسبات الصغيره اللي خرجت دي مش ظاهره في التصوير، بس عايزه اقولك كانت كميه ترسبات كبيره جدا خرجت. الطريقه دي جميله، وعايزه اقولك افضل خلطه ان انت تجربيها لنظافه الغساله. ممكن تعملي دوره الغسيل دي كل شهرين او كل شهر ونص بالكتير، ما تاخريش عن كده. وكمان يا بنات لازم تنضفي الفلتر بتاع الغساله عشان ما يعملش ريحه كمكمه في الغساله عندك. الفلتر ده هتلاقيه كده جزء صغير في الغسالة من تحت، بتفتحيه وبتخلصي المية منه. لو في فتل في اي حاجة بتلاقيها موجودة في الفلتر ده. خلاص كده الغسالة خلصت دورة الغسيل وهتبدأ تشطف. اخر دورة شطف هحط كوباية كده من الدوني وهضيف عليها عصير ليمونة. وجربي تضيفي عصير الليمونة على الدوني، عايزة اقولك الريحة كانت قلب الشقة قلب. كانت ريحه جميله جدا، وريحه الغساله كده كانت الليمون مفحفحه كده فيها وريحتها جميله جدا. عايزه اقول لك دوره الغسيل اللي انا حطيتها بعد دوره النظافه دي كانت ريحتها ما شاء الله اللهم بارك جميله جدا. هنحطها في الدرج، هو درج الشطف. كمان الدرج يا بنات لازم تشيليه دايما وتغسليه بعد كل غسله او كل غسلتين. لو مش هتشيليه بعد كل غسله كل غسلتين ثلاثه كده لازم تشيليه بفرشه الاسنان وتغسليه. بحط عليه نفس الخلطه. شايفين الغساله ما شاء الله اللهم بارك بقت بتلمع. دلوقتي لازم تنضفي اللي هي الجلده دي، بيبقى فيها كده بيبقى فيه اتساخات، وكمان بيبقى فيه شعر فتل اي حاجه بتبقى في الغسيل بتقف في المكان ده في الجلده دي. طبعا انا هجيب فوطه. عايزه اقول لك انا لبست فردة شراب في ايدي ونضفتها خرج كل الاوساخ اللي فيها، وبقى كمان ريحته جميله جدا وبقى نظيف. ان شاء الله تجربي الخلطه ويكون الفيديو عجبك وتكوني استفدت من الفيديو. تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واشوفك في فيديو جديد ومع السلامه.